السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين؟ عواشركم مبروكه، الله يدخلها عليكم بالصحيحه والسلامه والرزق والتيسير كل ما كتمناو ان شاء الله. اليوم غادي نوجد معكم هاد الحليوه ديال الشوكولات، وغنوجد معكم محنشه ديال المناسبات. كتجي غزاله ما شاء الله. كيف ما كتشوفوا هاد الحليوه هادي بحشوه اللي هي مختلفه وبديكور اللي جميل جدا. يمكن لكم ديروها في الصوابع اولا تبدلوا داك المونيكوس وديروها في العراسات، ومحنشه كبيره ديسير. غنبداو على بركه الله بالقوام ديال هاد الحلوى ديال الشوكولات. عندنا هاد المولد السيليكون لي اوفال، وعندي هاد الحبات ديال التمر اللي شاطولي من الحلوى ديال التمر. المهم تقريبا واحد 100 غرام ديال التمر، 100 غرام ديال اللوز، 50 غرام ديال الفواكه المعسله، وعندي نص باكيه ديال الشوكولات، يعني نص كيلو الشوكولات ابيض. وعندي العجينه ديال السكر شيبيه. كنخلطوا اللوز محمر مع التمر وكنديروه بهذا الشكل هذا. بالنسبه للشوكولات ابيض استعملت النوعيه ديال الكالا، بامكانكم تستعملوا اي نوع بغيتو. كنديروا الشوكولات بهذه الطريقه هذه في هذا المول، كنملؤوه غير النصف وكنديروه في الثلاجه حتى كيجمد، عاد كنرجعوا نديروا الحشوه ونرجعوا نملؤوه حتى للاخر. بالنسبه للعجينه ديال السكر كناخذوا هاد الزواقه هذه ديال السيليكون، هاد المول هذا اللي فيه هاد لينونوس، هاد المونيكوسات، كنبداو نرشمو بهم. هاد العجينه السكر كتعطينا الصراحه ساهله او ديكور ونتيجه مرضيه. غنديروا هاد الديكورات كاملين، بامكانكم ديروا اي ديكور اللي بغيتو. هاد الديكور كيزيد جماليه. بالنسبه لك كان عندكم السبع ديال وليد فراه كديروا هاد الالوان ديال الديكور. كان عندكم ديال انثى راه كديروا الغوز، كيجي كذلك مزيون كيف ما كتشوفوا معنا. من بعد ما يبس الشوكولات كنديروا هاد الحشوه هذه اللي فيها اللوز والتمر والفواكه المعسله. الحشوه اختياريه، بامكانكم ديروا اي حشوه اللي كتفضلوا. حنا هذا هو اللي متوفر عندنا، عمرنا به هاد الحلوى هذه، وكتجي الصراحه حشوه رائعه ولذيذه ومختلفه ومعلكه كتحمق. غادي نخليو هاد المول هذا من بعد ما نملؤوه كامل نديروه في الثلاجه يجمد. من بعد كنحيدوا الحلوى من المول وكنلصقوا هاد لينونوس هادي عاوتاني ورود، كنلصقوهم كنزينوا بهم هاد الحلوى هادي. كتجي الصراحه مزيونه بزاف، كتعطي منظر وجماليه لهاد الحلوى هادي. يمكن لكم ديروا الديكور اللي بغيتو. يمكن لكم كذلك تاخذوا ملمع ذهبي وتزينوا به الرجيلات والودينات ديال هاد لينونوس هادو. كيف ما كتشوفوا الحشوه من بعد ما قسمنا الحلوى كيفاش كتجي الحشوه ديالها من الداخل، اللوز والفواكه المعسله والتمر. بالنسبه للوصفه الثانيه اللي هي عباره عن محنشه كبيره ديال المناسبات، غادي نحتاجوا لها رابعه ديال اللوز او نص كيلو الا بغيتوا الحجم كبير. غادي نفسخوه وكنقشروه، كان النص كنقليوه في الزيت والنص كنخليوه خضر، كنطحنوه في المولينيكس. من بعد كنديروا شويه ديال الزبده وشويه ديال المزهر وكنسمو يا بالفاني يا بالقرفه على حساب الذوق ديالكم. كنجمعوا الحشوه هذه مزيان، كنخلطوها مزيان حتى تولي معلكه. بالنسبه للورقه ديال البسطيله كنحتاجو نص كيلو. كنطلقوها في الماكينه ديال الرزيزه باش كتقطع شريوطات. كنقطعوا كل جوج وريقات مع بعضهم. من بعد كنفرشوهم على طاوله العمل، كنفرشوا هاد الشرائط كاملين وكناخذوا ديك الحشوه ديال العقده اللوز وكنحربلوها تجي طويله، كنديروها فوق من هاد الشرائط ديال الورقه ديال البسطيله. كنحاولوا نرشوا عليهم شويه ديال الزبده والزيت مذوبين باش كتجي مقرمشه وكتحمر دغيا. وكنحتاجوا واحد رابعه حتى نص طرو كاع ديال العسل باش كنعسلوا هاد المحنشه هذه. طريقه ديال المبتدئين
كنديروا هاد الورقه هذه باش ما تخرج لناش الحشوه. اما اللي محترف فبلا ما كيدير حتى هاد الورقه هذه كاع ما كنديروها، كنشدو نيشان اللوز وكنبداو نلويو. الا خفتوا تخرج لكم الحشوه ولا شي حاجه كديروا بحال هاد الطريقه هذه اللي وريت البنات. كديروا هاد الطريف ديال الورقه هذه باش كتضمنوا ان الحشوه تبقى لكم ملفوفه مزيان، وديك الشريوطات ديال اللوز يجيو غير ديكور. فكنحاولوا نديروا الحشوه ديال اللوز على شكل طولي بحال هكا. كتعذبنا شويه في الخدمه على حساب حيت اللوز مقلي. ملي كيكون اللوز خضر فراه كتلبى معنا دغيا، ولكن اللوز ملي كيكون مقلي كذلك كيعطينا واحد اللذه واحد المذاق بنين لهاد اللوز هذا. فاي حاجه معسله كنحاولوا نديروا اللوز يكون مقلي في الزيت محمر باش كيعطي ديك اللذه وديك المذاق لهاد المعسلات. الا بغيتو تحمروه كامل فراه كيجي بنين، غير هو يعذبكم ما غاديش يتلبى معاكم. فمن احسن ديروا النص محمر يعني مسلوق ومقلي، والنص نخليوه خضر غير نديروه في الماء حتى يغلى، ونديروه نسيبو فيه اللوز ونقشروه، ماشي نسلقوه نخليوه كيطبق حتى يشرب لنا الماء، غير كنخليو الماء حتى كيغلى وكنضيفوا عليه اللوز صافي. جهد ما كتفسخ لنا القشره ديالو كنحيدوها صافي. كيف ما كتشوفوا الطريقه كنروليو بحال هكا صافي. غير كيتغطى لنا اللوز كنوقفوا باش ما تجيناش غليظه صافي. اللي نقطعوا هذاك الزائد من الاحسن نقطعوه صافي نخليوه صافي. وكنلويوها بحال الحلزون بهذه الطريقه هذه صافي. وكندخلوها للفرن على عافيه تكون مهيله، من بعد ما كنرشوا عليها الزبده والزيت مزيان. كنديروها في اللاطه على الورق السلفيليزي وكنخليوها تحمر. من بعد ما كتحمر كناخذوا العسل وكنبداو نخويو عليها مزيان حتى كتشرب العسل مزيان، وكنزينوها على حساب الذوق ديالنا. كيمكننا نرافقوها بالديسير، بامكاننا نديروها بحال هكا بالصحه والراحه. هذا هو الشكل النهائي. حنا رافقناها بهاد الفواكه. بامكانكم تختاروا الشكل اللي بغيتوا ترافقوها به. كنبغيكم بزاف، ما تنساوش تتبعوني في القناه وتخليوا لي لايك ولي كومونتير، واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك في القناه. مرحبا بكم كاملين وعواشركم مبروكه. السلام عليكم.